المصيبة اللي أنا عايز أقولك عليها الحليب سم قاتل. الحليب البقري اللي فيه الكازين A1 كل العالم. عندما يقال أن هناك سما في منازلنا اسمه كازين A1 فنحن أمام ادعاء كبير يحتاج إلى دليل علمي واضح. أولا، ما هو كازين A1؟ ببساطة هو نوع من أنواع البروتين الطبيعي الموجود في حليب البقر العادي الذي نشربه يوميا. ليس مادة مضافة ولا مركبا صناعيا ولا شيئا يحقن في الحليب، بل جزء من تكوينه الطبيعي. الفرق بين A1 و A2 هو اختلاف بسيط جدا في تركيبة البروتين نفسها. أثناء الهضم قد يتكون مركب يسمى BCM7 ومن هنا بدأ الجدل، لكن الجدل شيء وإثبات السمية شيئا آخر. وعند مراجعة الأدلة العلمية لم تصنف جهات رقابية كبرى مثل الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية ومنظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية أي تحذير يعتبر هذا البروتين مادة سامة لعامة الناس. نعم، بعض الأشخاص قد يشعرون بانزعاج هضمي مع حليب البقر العادي وهذا وارد، لكن التحسس الفردي لا يعني أن المكون سام ولا يعني أن كل بيت يحتوي على خطر. طيب ماذا عن مريض السكر؟ الحليب يحتوي على سكر طبيعي اسمه اللاكتوز وقد يرفع السكر بدرجة معتدلة حسب الكمية. أما بروتين A1 نفسه فلا يوجد دليل علمي يثبت أنه يسبب ارتفاعا خطيرا في سكر الدم أو يشكل خطرا خاصا لمرضى السكري. المهم هو الاعتدال في الكمية ومراقبة الاستجابة الفردية. الخلاصة يا صديقي، كازين A1 هو بروتين طبيعي في حليب البقر وليس سما مخفيا في الثلاجة. العلم يبنى على الأدلة لا على العناوين المثيرة. تابع، شارك المنشور وانت خبر بصحتك. السلام عليكم.